بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قيمنا في مستشفى دار الحكمة هي Customer Safety and Satisfaction by Integrated Service، أمان ورضاء العميل بتكامل الخدمات، في إطار العمل الدؤوب وحاجة المجتمع لوجود خدمات طبية ذات طابع متميز، والحرص على التطوير المستمر بما يخدم قيم المستشفى من الوصول إلى أعلى توقعات رضاء العميل وتقديم الخدمة الطبية الآمنة والمتخصصة والمتكاملة له. فقد قامت إدارة مستشفى دار الحكمة بتطوير أهم الأقسام التي يحتاج ويتردد عليها العميل باستمرار، وهي وحدة الطوارئ والحوادث، العيادات الخارجية، وحدة إعادة تأهيل مرضى المخ والأعصاب. وحدة الطوارئ والحوادث تطبق الوحدة معايير الجودة العالمية من توفير سرعة الخدمة المتخصصة والمتكاملة على مدار 24 ساعة ومهما كان الحدث. يشرف على وحدة الطوارئ مدير متخصص في الطوارئ والرعاية الحرجة، وأطباء طوارئ وحوادث متخصصين، وأطباء في جميع التخصصات بالجامعات المصرية. وتنقسم وحدة الطوارئ والحوادث الجديدة إلى قسمين. القسم الأول هو قسم خاص بالإنعاش القلبي وحالات الحوادث والحالات الحرجة، وهو مجهز بجهاز تنفس صناعي متنقل وجهاز صدمات القلب، وهو قسم منفصل عن باقي أقسام الطوارئ. روعي في ذلك عدم تعرض باقي عملاء الطوارئ للتوتر والأذى النفسي أثناء تواجدهم بالقسم الثاني. ويوجد بنفس القسم وحدة خاصة لعمل الإجراءات الجراحية الصغرى والجبائر والكسور المختلفة، القسم الثاني، وينقسم إلى 4 وحدات. الوحدة الأولى بها عدة أسرة مجهزة للتعامل مع حالات القلب والبطنة، مزودة بشاشات مراقبة للعلامات الحيوية مونيتورز وأجهزة رسم قلب وأكسجين. الوحدة الثانية وهي مجهزة لأمراض النساء والحوامل والأطفال. الوحدة الثالثة وبها عدة أسرة للكشف على الحالات الجراحية وحالات العظام. الوحدة الرابعة وبها غرفتين مستقلتين لحالات العلاج التي تحتاج إقامة قصيرة. ولضمان تكامل الخدمة وسرعة ودقة التشخيص والعلاج، فوحدة الطوارئ مزودة بمعمل مصغر مختص بالتحاليل الأساسية اللازمة للطوارئ. ويدعم وحدة الطوارئ مركز أشعة متكامل يقع في نفس النطاق، وذلك حرصا على سرعة الخدمة، حيث أن الطوارئ ذات طابع خدمي خاص يتميز بالسرعة. كما توجد عربة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى، حيث أنها تصلح كوحدة رعاية مركزة متنقلة. تخدم وحدة الطوارئ وحدات الرعاية المركزة المختلفة من باطني وجراحة وأطفال وحديث الولادة. وقسم العمليات الجراحية المجهز على أعلى مستوى بالمستشفى ليدعم قسم الطوارئ.
تطبق العيادات الخارجية معايير الجودة العالمية لتوفير سرعة الخدمة المتخصصة والمتكاملة في جميع التخصصات، حيث يشرف على كل تخصص دقيق أساتذة من أكفأ أساتذة الجامعات المصرية. وقد رُعي في التطوير راحة المريض من حيث المساحات المريحة للانتظار ونظام النداء والحجز الآلي. وتخدم العيادات الخارجية التخصصات التالية: الجراحات بجميع تخصصاتها العامة والدقيقة، بدءا من جراحات المخ والأعصاب، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأورام، إلى جراحات التجميل والسمنة والمسالك البولية والجراحات العامة. وتدعم الجراحات وحدة لإجراء الجبس وخدمات الغيار على الجبس والغيار الجراحي بالعيادات، وغرف عمليات لجميع التخصصات بالمستشفى. الباطنة بجميع تخصصاتها العامة والدقيقة، بدءا بالقلب والأوعية الدموية، المخ والأعصاب، الجهاز الهضمي، الروماتيزم وأمراض المناعة، الغدد الصماء والسكر، الكلى، والتغذية العلاجية لأمراض السمنة. تدعم العيادات بوحدة أبحاث القلب ورسم القلب بالمجهود والموجات الصوتية، ووحدة رعاية مركزة خاصة بأمراض القلب والقسطرة وجراحات القلب. ويدعم المخ والأعصاب وحدة رسم المخ والعضلات، ووحدة إعادة التأهيل ورعاية مركزة. تدعم وحدة المناظير التشخيصية والعلاجية عيادة أمراض الجهاز الهضمي. النساء والولادة مدعمة بجهاز سونار رباعي الأبعاد. أمراض العيون وجراحاتها الدقيقة والمختلفة. أنف وأذن مدعمة بعيادة سمعيات واتزان، والتي تنفرد بخدمات حديث الولادة من اختبار السمع بالكمبيوتر والانبعاث الصوتي لقوقعة الأذن. أطفال بجميع تخصصاتها العامة والدقيقة، وتدعمها وحدة الأطفال حديث الولادة والمبتسرين. أسنان بدءا من أطفال وحتى جراحات الوجه والفكين، عامة وتجميلية، جلدية وتناسلية وتجميل. كما تقدم عيادات مستشفى دار الحكمة خدمات الفحص الدوري الشامل، بدءا من الحجز وترتيب المواعيد، ومنطقة خاصة بعملائها الكرام والتقارير الطبية واستلامها. كما قامت إدارة مستشفى دار الحكمة بتزويد قسم العيادات الخارجية بوحدة تحاليل معملية، حتى لا يتكبد العميل مشقة الذهاب إلى المعمل المركزي للمستشفى. كما يخدم مركز أشعة دار الحكمة جميع تخصصات العيادات الخارجية، مراعيا في ذلك استخدام أقصى درجات الأمان للعميل، واستخدام الصبغات الغير مؤينة لسلامة المرضى. وحدة إعادة تأهيل مرضى المخ والأعصاب. من واقع خبرتنا وحرصنا على تلبية احتياجات المجتمع من تخصصات مميزة وفريدة ومتكاملة، مطبقين في ذلك المعايير العالمية، تنفرد مستشفى دار الحكمة بوجود وحدة لتأهيل مرضى المخ والأعصاب مجهزة على أعلى مستوى، وتخدم الوحدة المرضى الداخلي ومرضى وحدة السكتة الدماغية ومرضى المخ والأعصاب بالعيادات الخارجية، مع إمكانية الإقامة الكاملة لبعض الحالات التي تحتاج علاج مكثف. ويشرف على الوحدة فريق متكامل من أكفأ أساتذة الجامعات المصرية في أمراض المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، التخاطب، الأمراض النفسية. وتقدم الوحدة الخدمات التالية: جلسات تنبيه المخ الغير تداخلي بجهاز TDCS وهو بدون ألم، حقن العضلات المتيبسة بالبوتوكس، علاج طبيعي متخصص، علاج وظيفي والتدريب على نشاطات الحياة اليومية، تخاطب، علاجات صعوبات البلع، التأهيل المعرفي والنفسي والحسي. ويستفيد من خدمات الوحدة مرضى جلطات المخ والسكتة الدماغية والشلل الرعاش وما بعد جراحات المخ والأعصاب والتصلب المتناثر وما بعد الحوادث، ومرضى اضطرابات الاتزان والسقوط، ومرضى اضطرابات الكلام، ومرضى اضطرابات التوافق العضلي العصبي، وكل المرضى الذين يعانون من عدم القدرة أو الحركة الناتجة عن اضطراب أو مرض من أمراض المخ والأعصاب. مستشفى دار الحكمة. للحجز والاستعلام الاتصال على رقم 010
26 24 24 24. مستشفى دار الحكمة، 10 شارع محمد حسين هيكل، متفرع من عباس العقاد، مدينة نصر، القاهرة.